السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي داير ضجه كبيره وكيهم كل مغربي ولا مغربيه ناويين يبنيو دارهم او عندهم علاقه بمجال العقار في المغرب. الموضوع ديال اليوم هو الزلزال الجديد في قانون التعمير، رخصه البناء في المغرب 2025، والقرار الصارم اللي نزل من وزاره الداخليه واللي كيقول ما بقاش شي حاجه سميتها تبني بجويالي، وداعا المفهوم الرخص الجزئيه وداعا البني بالتقسيط. في هذا الفيديو غادي نحطوا النقط على الحروف وغادي نجاوبوا على الاسئله اللي كتدور في بالكم كاملين. غادي ندويو على الاسباب الحقيقيه وراء هذا القرار، شنو هي شهاده المطابقه الجديده، كيفاش المنصه الرقميه رخص.ma غادي تبدل كل شيء، والاهم من هذا الشيء كامل كيفاش هذا التغيير غيأثر على جيب المواطن العادي وعلى حلم ديال كل واحد فينا في بناء سكن. غادي نغوص في التفاصيل ديال مسؤوليه المهندس المعماري اللي ولات مسؤوليه جنائيه، وغادي نشوف واش بصح الهدف هو محاربه الفوضى العمرانيه ولا كاين شي حاجه اخرى من وراء هذا الشيء. وقبل ما نبداو الا كنتم متحمسين تعرفوا هذه التفاصيل كامله وركوا دابا على زر اللايك باش نعرف ان هذا الموضوع كيهمكم، وكتبوا لي في التعليقات من دابا مع او ضد هذا القانون الجديد. بغيت نشوف الاراء ديالكم، والا كنتوا جداد معنا ومهتمين بهذا النوع ديال المحتوى اللي كيدافع على حقوق المواطن وكيوضح القوانين الجديده في مجال التعمير والعقار، كنطلب منكم تشاركوا في القناه وتفعلوا ذاك الجرس باش يوصلكم الجديد ديما، وباش المعلومات توصل لاكبر عدد ديال الناس. بارطاجيو هذا الفيديو مع اي واحد كتعرفوه ناوي يبني، سواء صاحبك خوك او اي واحد في العائله، راه غادي يستافد بزاف. ودابا يلا بينا نبداو، شدوا معايا السنطه مزيان ونبداو الرحله ديالنا فهم قانون البناء الجديد في المغرب. باش نفهموا مزيان علاش الدوله خرجت بهذا القرار القوي خاص ضروري نرجعوا شويه للوراء ونشوفوا الكارثه اللي كانت واقعه. شحال من واحد فينا كيعرف شي واحد كيبني دار طبقه بطبقه كل مره يجمع شويه ديال الفلوس ويبني بهم؟ هذه كانت هي الطريقه ديال اغلب المغاربه، طريقه عمليه وكتناسب القدره الشرائيه ديالهم خصوصا العالم القروي او الاحياء الشعبيه. ولكن هذا الحل اللي كان كيبان مزيان للمواطن خلى لنا كوارث عمرانيه كبيره، مدن كامله ولات بحال شي ورش ديال البناء كبير مفتوح عمره ما كيسالي، ديور واقفه عظم سنين وسنين، واجهات مشوهه بالياجور الحمر، سطوح حامرين بالحديد خارج، كل واحد كيزيد طبقه ولا بيت فوق السطح بلا حاسب ولا رقيب، كراج كيتحول لحانوت وزيد وزيد. هادشي سميتو الفوضى العمرانيه والبناء العشوائي. الامثله ما تحتاج تمشيو بعيد باش تشوفوها، غير دور حداك وغادي تشوف بنايات عمرها كملات، تعديلات في التصميم الاصلي ودور اللي ما عندها حتى شي جماليه. هاد الفوضى خلات المدن ديال الناس تفقد الهويه ديالها وخلات السلطات المحليه والجماعات عاجزه على المراقبه. التقارير اللي كانت توصل لوزاره الداخليه كانت صارمه، ارقام كبيره ديال البنايات والمخالفات وديال المشاريع اللي عمرها كملات. من هذا المنطق كان ضروري الدوله تدخل بقوه. القرار الجديد جا باش يقطع مع الماضي، جا باش يقول صافي بركه، والهدف هو اولا محاربه الفوضى العمرانيه، ما يبقاوش دوك الواجهات المشوهه اللي كنشوفوا في كل بلاصه. ثانيا الحفاظ على جماليات المدن، يولي عندنا منظر معماري موحد ومحترم. ثالثا منع التعديلات الغير قانونيه، اللي كيبغي يزيد شي حاجه خاصها تكون مرخصه من الاول. رابعا ضمان سلامه البنايات، بناء الدار كامله مره واحده كيكون اكثر امانا من البناء بالتقسيط، والدوله عطات تعليمات صارمه للولاة والعمال باش يطبقوا هذا القرار بحذافيره، ومنعت منعا كليا اعطاء اي رخص سكن جزئيه. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه بالحاح، واش الدوله فاش خدات هذا القرار فكرات في المواطن البسيط اللي مدخول ديالو محدود؟ واش ما يمكنش نلقاو شي حل وسط؟ اذا كيفاش الدوله بغات تطبق هذا الاصلاح؟ الاستراتيجيه مبنيه على جوج ديال الاعمده، الصرامه المطلقه في المراقبه والتبسيط الاداري عبر الرقمنه. الوجه الاول الصرامه والتزيير. اولا ممنوع شي حاجه سميتها رخصه جزئيه، يا اما تبني الدار ديال كامله 100% كما هي في البلان، يا اما ما غاديش تاخذ شهاده المطابقه وبالتالي ما غاديش تاخذ رخصه السكن. ثانيا المهندس المعماري ولا هو المسؤول الاول، ما بقاش الدور ديالو غير في الرسم، دابا هو اللي كيضمن للدوله ان البناء مطابق للبلان، اي مخالفه هو اللي كيتحمل مسؤوليتها المدنيه والجنائيه. ثالثا البناء الكامل، خاصك تكمل كل شيء، الواجهات، الصباغه، الشراجم، البيبان، كل التفاصيل اللي في البلان خاصها تكون مطابقه بالحرف قبل ما المهندس يوقع. رابعا عقوبات صارمه، اي مخالفه للقانون الجديد كتعرض صاحبها وصاحب الورش لعقوبات قاسيه وممكن توصل حتى للمساءله الجنائيه في الجرائم العمرانيه. والوجه الثاني التبسيط الرقمي عبر منصه رخص.ma. اولا كلشي ولا بالانترنت، باش نقص الدوله من البيروقراطيه والرشوه والتماطل دارت منصه رخص.ma ومن خلالها كتدفع الملف ديالك وكتتبع المراحل ديالو خطوه بخطوه من دارك. ثانيا كل طلب كيتسجل كيكون عنده اجل محدود باش تجاوب عليه الاداره، وهكا كتنقص عليك ديك السير حتى تجي. ثالثا التسهيل في العالم القروي، الدوله عارفه ان الباديه ماشي هي المدينه، داك الشيء علاش دارت تسهيلات في بعض الدواوير والمناطق القرويه باش تشجع الناس يبنيو بشكل قانوني عبر مساطير مبسطه في اطار التبسيط الاداري. اذا المعادله هي الدوله زيرات معك في الورش والمراقبه، ولكن سهلت عليك الاجراءات الاداريه،
ولكن واش هذا التوازن غادي ينجح في التطبيق؟ واش المهندس في قريه صغيره عنده نفس الامكانيات باش يتبع الورش بحال المهندس في مدينه كبيره؟ وهذه هي الاسئله اللي كاينه في الواقع. اجيو دابا ندويو على الحلقه الاهم في هذه السلسله كامله، المهندس المعماري. في قانون البناء الجديد الدور ديالو تبدل 180 درجه، ما بقاش هو لك السيد اللي كيرسم لك البلان وصافي، لا، دابا هو الضامن القانوني الاول قدام الدوله. شنو كيعني هادشي؟ كيعني ان التوقيع ديالو على شهاده المطابقه النهائيه هو بمثابه شهاده امام القضاء ان البناء مطابق 100% للتصميم المرخص. اي زياده، اي نقصان، اي تغيير في الواجهه، اي شرجم تبدل ليه بلاصتو، اي تفصيل صغير ما كانش في البلان، المهندس هو اللي كيتحاسب عليه الاول. وهذه المسؤوليه الكبيره كتفرض على المهندس اولا المتابعه الدقيقه للورش، خاصو يزور الورش باستمرار ويتاكد ان كل شيء غادي كما هو مخطط ليه. ثانيا رفض اي تغيير من المالك، الا جا عندك مول الدار وقال لك زيد لي هذا البيت ولا بدل لي هذا الشرجم، خاصك ترفض وتوضح ليه ان هذا الشيء مخالف للقانون. ثالثا خاصو يكون تواصل دائم وموثق مع صاحب المشروع لتنبيهه لاي خطا. هذا الشيء كيخلي المهندس في واحد الموقف صعيب بين رغبه الزبون وبين القانون، والتامين على المسؤوليه المهنيه ولا الضروره حتميه، لان اي خطا صغير ممكن يكلفه غالي بزاف. وهنا بغيت نوقف معكم واحد الدقيقه، الا حسيتوا ان هذه المعلومات مفيده وكتوضح لكم الصوره، ما تبخلوش علينا بواحد اللايك باش الفيديو يطلع للناس اخرين. وإلا كنتم مهتمين تعرفوا دائما الجديد في قوانين العقار والتعمير في المغرب، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش تكونوا نتوما الاوائل اللي كتوصلوا بالمعلومه. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اي واحد كتعرفوه كيبني ولا ناوي يبني، راه بهذه المشاركه كتدعموا القناه وكتنفعوا ناس اخرين. يلا نكملوا. دابا اجي نشوفوا كيفاش هذا الشيء كيطبق على ارض الواقع خطوه بخطوه. اذا انت مواطن بغيتي تبني دارك، شنو خاصك دير؟ تبع معايا هذه الخطوات. اولا تعاقد مع مهندس معماري، هو الاول اللي غيتبدا معاه، غيدير لك التصميم والمخططات المعماريه والتقنيه اللازمه. ثانيا ايداع الملف عبر منصه رخص PMA، المهندس ديالك هو اللي كيتكلف بايداع طلب رخصه البناء عبر المنصه الرقميه، كيدخل فيها جميع الوثائق والبلانات. ثالثا دراسه الملف ديالك كيدوز عند اللجنه التقنيه في الجامعه او العماله، كيشوفوا واش المشروع ديالك كيحترم تصميم التهيئه وقوانين البناء، العلو، المساحه الى اخره. رابعا الحصول على رخصه البناء، الا كان كلشي هو هذاك كتخرج لك الرخصه وكتبدا البني. خامسا مرحله البناء، وهنا فين كاين التغيير، خاصك تبني المشروع ديالك كامل 100%، ما كاينش مرحله اولى ومرحله ثانيه، خاصك تكمل كل شيء، الحيوط، السقف، الواجهه الخارجيه بالصباغه ديالها، الشراجم، البيبان الى اخره، كل شيء خاصو يكون مطابق للبلان اللي دفعتي. سادسا طلب شهاده المطابقه، فاش كتسالي البناء بشكل كامل المهندس المعماري ديالك كيدير زياره ميدانيه للورش وكيتاكد ان كلشي تبنى كما هو في البلان المرخص. سابعا توقيع شهاده المطابقه، الا كان كلشي مطابق المهندس كيوقع على شهاده مطابقه الاشغال وكيعطيها لك. هذه الورقه هي اللي كتثبت انك احترمتي الرخصه. ثامنا الحصول على رخصه السكن النهائيه، بهذه الشهاده ديال المطابقه كتمشي للجامعه وكتاخذ رخصه السكن النهائيه او البيرمي دابيتي. صافي من بعد هذه المرحله تقدر تسكن في دارك او تكريها بشكل قانوني. هذه المسطره ولات واضحه وصارمه، الهدف منها هو ان اي بنايه جديده تكون قانونيه وكامله من النهار الاول. ولكن شنو راي الناس في هذا الشيء؟ اجيو نسمعوا صوت الشارع. واخا النوايا ديال الدوله تتبان مزيانه، هذا القرار خلق واحد الموجه كبيره ديال الانتقادات والرفض عند فئه كبيره من المغاربه والمهنيين. اولا تجاهل الواقع المادي للمواطن، اكبر انتقاد هو ان القانون ما كيراعيش ان اغلب المغاربه ما عندهمش الامكانيات باش يبنيو دار كامله مره واحده. الناس كانت كتبني بالتقسيط على حساب المدخول الشهري، دابا هذا الحل ما بقاش. ثانيا الدفع نحو القروض البنكيه، باش تقدر تبني كل شيء مره واحده الحل الوحيد اللي بقى لاغلب الناس هو اللجوء للقروض البنكيه، وهذا الشيء كيعني غرق اسر كثيره في الديون والفوائد لسنوات طويله. ثالثا خدمه مصالح المنعشين العقاريين، بزاف ديال الناس كيشوفوا ان القرار جاء على مقاس كبار المطورين العقاريين والشركات الكبرى اللي عندهم الفلوس باش يبنيو مشاريع كامله بسرعه، اما المواطن البسيط فالحلم ديالو في السكن ولا صعيب. ثالثا توقيف عجلات البناء الصغير، كاين تخوف كبير من ان هذا القرار غادي يوقف مشاريع البناء الصغيره والمتوسطه، خصوصا في البوادي والاحياء اللي كانت كتعرف حركات بناء داسي، وهذا الشيء ممكن ياثر سلبا على قطاع البناء وعلى اليد العامله. صعوبات التطبيق في العالم القروي، واخا كاينين تسهيلات في التطبيق كيبقى صعيب في الباديه، الامكانيات التقنيه والماديه قليله والمراقبه كتكون اصعب. اذا كاين واحد الشرخ كبير بين الهدف ديال القانون وبين الواقع الاجتماعي والاقتصادي ديال الناس. فشنو هي الحلول الممكنه باش نلقاو واحد التوازن امام هذا الوضع؟ ضروري نفكروا بحلول الوسط اللي تقدر توفق بين رغبه الدوله في التنظيم وبين قدرات المواطن. بعض الاقتراحات الممكنه: اولا الترخيص المرحلي المراقب، علاش ما يكونش واحد النظام ديال البناء على مراحل ولكن بشروط صارمه، مثلا تعطي رخصه للمرحله الاولى طبق السفلي والواجهه مع تحديد اجل زمني لاكمال المرحله الثانيه،
وتكون مراقبة مشددة. ثانيا قروض بناء مدعمة من الدولة. بما أن الدولة فرضت البناء الكامل، خاصة توفر للمواطنين قروض ميسرة بدون فوائد أو فوائد منخفضة جدا، خاصة للشباب والفئات الهشة. ثالثا دعم تقني في العالم القروي، إنشاء مكاتب استشارية مدعومة من الدولة في القرى باش تعاون الناس تقنيا وإداريا في إنجاز المشاريع ديالهم بشكل كامل وقانوني. رابعا حملات توعوية شاملة، خاص الدولة دير حملات توعية كبيرة باش تشرح للمواطنين هذا القانون الجديد والحقوق والواجبات ديالهم وتشرح لهم علاش دارت هذا التغيير. خامسا مرونة في تطبيق القانون، خاص تكون شوية ديال المرونة في التطبيق خصوصا في المناطق القروية والنائية مع مراعاة كل حالة على حدة. هذه الحلول ممكن تخفف الاثر السلبي ديال القانون وتخليه مقبول اكثر عند الناس. وهكذا كنكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو الشامل والطويل على رخص البناء في المغرب 2025. شفنا علاش الدوله دارت هذا القرار، شنو هي المسطره الجديده، الدور الكبير ديال المهندس المعماري الارشيتيك، سمعنا الانتقادات ديال الناس واقترحنا بعض الحلول الممكنه. دابا الكره عندكم انتم، بغيت نسمع الراي ديالكم بكل صراحه في التعليقات. واش نتوما مع او ضد هذا القرار الصارم وعلاش؟ الا كنتي ناوي تبني كيفاش غادي ياثر عليك هذا القانون الجديد؟ وشنو هو الحل اللي كيبان لك مناسب باش نوازنوا بين النظام وحق المواطن في السكن؟ خليو لي التعليقات ديالكم والاراء ديالكم، وإلا عندكم اي سؤال او استفسار مرحبا، غادي نحاول نجاوب على اكبر عدد ممكن. وما تنساوش مره اخرى تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وبارطاجيو الفيديو مع كل واحد كيهمو الامر. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم وعلى وقتكم الثمين، ونتلاقاو في فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.